السلام عليكم، ازيكم يا غلابه؟ وحلقه جديده من حلقات موسم الانتقالات الصيفي 2023 اللي مش سايب يوم الا وفيه جديد، مع ان باب الانتقالات لسه ما فتحش لحد دلوقتي. وزي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا شويه صفقات الحمد لله كلها تمت، ما عدا صفقه واحده كده مش عايزين نتكلم عنها كتير. ولم الدور يا عم انت، مش ناقصه زعل. ويلا خلينا ندخل على حلقه. تعالى نفتكر كده مع بعض شويه صفقات قلنا انها خلصت الحلقه اللي فاتت، عشان اللي ما شافش الحلقه واللي انصحه انه يرجع يشوفها تاني، عشان كانت مليانه اخبار وفيها تقريبا الخطه الكامله لاكبر فريقين في السوق وهم ريال مدريد وبرشلونه. فريال مدريد الاسبوع اللي فات اعلن رسميا عن 4 صفقات: بيلينجهام وفران جارسيا وابراهيم دياز، واخرهم كان خوسيليو اللي جايبينه اعاره من اسبانيول، واللي اعلنوا عن الصفقه بعد ما اسبانيا كسبت دوري الامم. وشكل كده خلاص ريال مدريد يأس من حوار التعاقد مع هاري كين اللي قلنا من الاول انه هيكون صعب، بس حتى لو كده كان ممكن يمشي في سكه اوسيمين. واعتقد انه لو كان عرض مبلغ كويس على نابولي اداره نابولي كانت هتوافق، بس تقريبا هو بيحوش الفلوس عشان مين؟ طبعا امبابي. والمسرحيه اللي اشتغلت وبتشتغل بقالها 3 سنين. امبابي اللي الاسبوع ده طالع في تصريح وقال ان هو مكمل مع باريس سان جيرمان بس من غير ما يفعل السنه الزياده اللي في العقد، وانه فعلا بعت رساله للنادي وعرفهم نيته وانه مش هيجدد، وبكده يكون زنق باريس انهم لازم يبيعوه السنه دي، والا السنه الجايه هيمشي ببلاش، وده اللي مستحيل اداره باريس توافق عليه. وقطار ريال مدريد اللي بيجي في العمر مره واحده لف ورجع تاني ومستني امبابي يركب. وبمناسبه ريال مدريد فالاخبار بتقول ان الاتحاد البرازيلي قدر اخيرا انه يقنع انشيلوتي انه يمسك المنتخب بس من بدايه موسم 2024. فالسؤال دلوقتي يا ترى هيكون مين مدرب ريال مدريد الجاي بعد كارلو انشيلوتي؟ نروح بقى على برشلونه اللي بدا يشتغل مع ديكو المدير الرياضي الجديد للنادي، وفي موسم الانتقالات ده يعتبر خلص في صفقه المهاجم اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت فيتور روكي، وانا محضر لكم تقرير كامل عن اللاعب في كل حاجه محتاج تعرفها عنه، فاستنوا التقرير ده الايام الجايه. المهم ان برشلونه عايزه تخلص الصفقه بحوالي 30 مليون زائد 10 مليون متغيرات، بس فريق اللاعب عايز يوصل ل 40 مليون، بس موضوع الصفقه يعتبر خلص وكده كده هيوصلوا لاتفاق على السعر قريب. بس الفكره ان التعاقد معاه لو تم فاللاعب هيوصل على سوق الانتقالات الشتوي او حتى الصيف الجاي مش الصيف ده، بس تشافي بيضغط على الاداره ان الصفقه تكون في الصيف ده. كمان كل الصحف في برشلونه متفائله بوضع صفقه جوندوجان وبتقول ان في موافقه مبدئيه من اللاعب، بس برشلونه في الفتره دي بتحاول تخفف من فاتوره المرتبات خصوصا بعد رجوع نزتهم خصوصا بعد رجوع لونجليه وامتيتي وديست من الاعاره اللي كانوا فيها، فهيحاولوا الاول انهم يبيعوا العهد دي بعدين يرجعوا تاني يركزوا على جوندوجان. تاني لاعب برشلونه كانت مهتمه بيه ولكن تشافي رفضه هو روبن نيفيز، واللي خلاص حول وجهته للهلال بعد ما عرضوا عليه عرض مغري ب 50 مليون يورو. بالنسبه بقى لكيميتش وزوباميندي فزي ما قلت لكم الموضوع صعب، وان الاسبوع اللي فات كيميتش طلع وقال ان هو مش مهتم بعرض برشلونه وانه ما بيفكرش يسيب الفريق، وده تفكير منطقي الصراحه في ظل ظروف برشلونه ووضعيه الفرقتين. فاعتقد ان برشلونه هيكمل ورا زوباميندي لحد ما يوافق، والصيف طويل يعني. ندخل بقى على ارسنال اللي بدا يفوق الصيف ده وشكله هيصرف السنه دي شويه عشان يكمل مشوار السنه اللي فاتت، والفيل بدل ما يقع في اخر 6-7 جولات يقع في اخر جوله مثلا المره دي، فما حدش عارف ينافس السيتي ده يا عم. المهم انه بدا المفاوضات مع ديكلان رايس عشان يعوض تشاكا اللي عقده خلص ومشى من الفريق. مع ذلك السيتي مش سايبه حد في حاله وداخله برضه في الصفقه، بس هو شكله اقرب كتير لارسنال من السيتي، وده راجع لقرار اللاعب نفسه. كمان ارسنال مستعد انه يسيب توماس بارتي بس لو جاله عرض كويس ومغري. من الاخر مستنيين يجيله عرض من بتوع السعوديه، والبديل بتاعه جاهز على الورق قدامهم روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون. هو لاعب كويس وكل حاجه بس اكيد انه مش احسن من بارتي يعني، فمش فاهم ايه دوافع الفكره دي. المفروض انهم بيحاولوا يقووا الفريق مش بيضعفوه، فيعملوا ايه بقى؟ يروحوا يتفاوضوا مع تشيلسي عشان هافرتز بعد ما الريال صرف نظر عن الصفقه، وكمان دخل بايرن ميونخ على الخط معاه. بس اللاعب خلاص يعتبر انهى المفاوضات مع ارسنال، واعتقد انه هيكون اول توقيع لارسنال السنه دي. وعلى ذكر تشيلسي وحمله التطهير اللي عاملينها للفريق، نص الفرقه رايح الدوري الانجليزي والنص التاني السعوديه. ونبدا بزياش اللي يعتبر خلص الاتفاق مع النصر وقال لك يا عم اروح العب جنب كريستيانو رونالدو، وكوليبالي اللي رايح الهلال، وقلنا برضو الحلقه اللي فاتت ان كانتي رايح الاتحاد، وادوارد مندي اللي يعتبر خلص مع الاهلي السعودي. بعدها ندخل بقى على كوفازيتش اللي يعتبر انهى الاتفاق مع مانشستر سيتي بتقريبا حوالي 35 مليون يورو. شايف بقى تشيلسي اللي سايبين كل اللعيبه دي رايحين يتعاقدوا مع مهاجم من فيا ريال اسمه نيكولاس جاكسون ب 35 مليون. ده ماذا يدخلونا في انديه لندن والله.
الله. اتكلمنا بقى عن ارسنال وتشيلسي، تعالى ندخل على السيتي واللي عنده اكتر من لاعب عقده بيخلص وهيمشي وعايزين يجددوا مع كام واحد منهم، برناردو، جوندوجان، ووكر، ولابورت. برناردو بعد ما كسبوا الابطال صرح رسميا ان ده اخر موسم ليه مع السيتي، واللي شايفها خطوه مش كويسه الصراحه في مسيرته، لان عصر السيتي يعتبر بيبدا مش بينتهي، وما اعتقدش انه هيلاقي فريق يناسبه اكتر من كده. المهم ان هو عنده كام عرض، 2 من اوروبا وواحد من السعوديه، بس اللاعب اللي ماشي من السيتي عشان مراته ما بتحبش الجو بتاع المدينه ما اعتقدش انه هيروح السعوديه، فغالبا هنشوفه في اوروبا يا اما في باريس او برشلونه، والاقرب ليه هيكون باريس، لان برشلونه واللي هي اصلا رغبه اللاعب مش هتقدر تكمل في كل الصفقات دي ومركزه اكتر على صفقه جوندوجان. ووكر بقى اللي دخل في مفاوضات مع بايرن ميونخ اللي كان يعتبر هو العرض الوحيد قدامه، بس مؤخرا السيتي بدا معاه مفاوضات تجديد عقده واعتقد انه هيجدد معاهم، والسنه الجايه هنشوف ووكر بتيشيرت السيتي. لابورتو كمان معاه كانسيلو، اعتقد انهم خلاص كده وصلوا لنهايه مسيرتهم مع السيتي ولسه مفيش عروض قويه ليهم، بس هم على قائمه الراحلين السنه دي. وكمان زادت اخبار مفاوضات جفارديولا مع السيتي زي ما اتكلمنا عنهم الحلقه اللي فاتت. ومن السيتي للجار في مدينه مانشستر الريدز مانشستر يونايتد، واللي الفتره الاخيره الاخبار كلها كانت بتقول انهم خلصوا في صفقه كيم مين جاي، لحد ما هو بايرن ميونخ دخل في الصفقه وبقى اقرب من مانشستر للاعب، والاسبوع ده هيحدد وجهه اللاعب بالظبط. وكمان اليونايتد بقى له فتره محتاج لمهاجم، وطبعا الابرز في الساحه بالنسبه لهم كان هاري كين، وبما ان اداره توتنهام رافضه انها تبيعه النادي الانجليزي فهم راحوا يحاولوا يتعاقدوا مع هويلاند مهاجم اتلانتا شبيه هالاند. بجد شوف تحديات مع اليسون والناس دي. يا اليسون هجيب لك امبابي. وكمان كولومواني من فرانكفورت، بس الاقرب هو هويلاند اللي صرح الاسبوع ده ان بعد اخبار اهتمام اليونايتد بيه انه عايز ينتقل لنادي من النوادي المقدمه عشان يعلى بمستواه اكتر واكتر، فغالبا صفقه هويلاند هي الاكتر واقعيه حتى على الجانب المادي، فمش هتكلفهم كتير زي صفقه كولومواني. توتنهام بقى اللي قاعده بتخبط من ساعه ما مشوا كونتي فبيحاولوا يلموا اي حاجه ترجع الفرقه تاني، فراحوا اتعاقدوا مع مدرب اسمه بوستي كوغلو مدرب سيلتيك، وده بعد ما عمل معاهم موسم كويس وكسب الدوري، وبعدها فعلوا بند الشراء لكولوسوفسكي من اليوفي، وحاليا الاخبار بتاكد انهم بيحاولوا يتعاقدوا مع 2 من ليستر سيتي، ماديسون وبارنز، اللي عايزين يدفعوا فيهم هما الاثنين حوالي 60 مليون. سيبنا بقى من فرق الدوري الانجليزي ونروح على باريس اللي زي ما قلنا عن حوار امبابي انهم عايزين يبيعوه السنه دي عشان ما يكرروش نفس الفيلم بتاع الصيف اللي فات، وانهم مستعدين يبيعوا امبابي للشيخ جاسم بعد ما يخلص في مانشستر يونايتد. قطريين بقى في بعض. كمان الاخبار بتقول ان باريس اتفق مع لويس انريكي عشان يكون هو المدرب الجديد للفريق الموسم الجاي، وده اللي كان ناقص باريس، مدرب كبير عنده خبره اوروبيه كبيره يقدر يدير العناصر الموجوده عنده. اخر فريق معانا بقى هو بايرن ميونخ، واللي برضه زي اغلب الفرق عاملين تصحيح للاوضاع السنه دي، مشى حميديتش واوليفر كان وعايزين يبيعوا ماني وجنابري وسومر، بس ده في حاله لو جالهم عروض كبيره. وكمان زي ما قلنا انهم وصلوا لمراحل متقدمه في المفاوضات مع كيم مين جاي. دلوقتي بقى في اخبار جديده باهتمامهم بباو توريس مدافع فيا ريال عشان لوكاس هرنانديز اللي عايز يسيب الفريق. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اللي قلنا فيها كل الاخبار اللي حصلت وبتحصل وهتحصل. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم في حلقات جديده من حلقات الصيف المولع ده، والسلام.